السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فداس على نبي الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا اخوات، عاملين يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نتكلم عن مادة الحديث ومادة القرآن الكريم بإذن الله تعالى. والحمد لله أنا كنت مقفل مادة القرآن وكنت ناقص درجة في مادة الحديث، فإن شاء الله بإذن الله يعني أقدر أفيدكم بأفضل طريقة ممكنة بإذن الله تقفلوا بيها المادتين دول. الكلام ممكن يكونش جديد أصلا عليك، بس أنا هقول لك إن جديد سواء أنت سمعتهم أو ما سمعتهمش، فبرضه تعرف الكلام وإن شاء الله بإذن الله تمشي عليه، وبإذن الله بإذن الله تطلع مبسوط من الامتحان، وبإذن الله تكون مقفلهم ويكون سبب يا رب، يكون سبب في تقفيلكم يا رب. يعني ده اهم حاجه ممكن الواحد يعملها بالنسبه لماده الحديث. ايه اهم حاجه فيها؟ اهم حاجه عامه في الشرع والعربي في الماده اللي انت داخلها ان انت تحل امتحانات سنين سابقه عامه. تمام. طيب بالنسبه لماده الحديث بقى، ماده الحديث ما بتتغيرش خالص، ما فيش اي تغيير فيها. حل مثلا اخر 10 سنين مثلا دور اول ودور تاني وتجريبي، حل الامتحانات دي هتلاقي مثلا 39 درجه او 38 درجه وفي الغالب 40 درجه، هو الطبيعي 40 درجه، بس لما بيغير بيجيب واحده جديده مثلا ولا حاجه، وبتكون سهله ما بتكونش صعبه، بتكون اختر مثلا ولا حاجه، فالموضوع ما بيكونش صعب، ما تقلقش يعني. تمام. فباذن الله لو انت بس حتى ما فتحتش الماده وحليت بس امتحانات السنين السابقه او حفظتهم هتدخل تقفل باذن الله تعالى، والله العظيم عن تجربه، يعني عن تجربه، سواء مثلا في دفعتي ناس او سواء مثلا ناس تانية في دفعات تانية عملوا نفس الكلام ده، الحمد لله دخلوا قفلوا الماده بامتحان سنين سابقه بس وحل بنك الاسئله. تمام. في حاجات برضه اساسيه هقول لك عليها لازم تدخل تلاقيها في الامتحان، يعني انت لو دخلت ما لقيتش الحاجات دي يبقى ده مش امتحان حديث. تمام. اول حاجه وهي مثلا يجي لك حديث من ضمن الاحاديث اللي عليك حفظ ويقول لك كمله، ده طبيعي يتوقع حاجه زي كده، فلازم تدخل حافظهم. تمام. كلهم هم اصلا مش كتير يعني. تمام. وبرضه مش احاديث كبيره. تمام. فانت برضه بتحفظ يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فدي حاجه كويسه. تمام. فاحفظ الاحاديث ديت، لازم تدخل حافظها، ده اول حاجه. طيب ساعات بيجيب اذكر مشهد الحديث وغالبا بيركز قوي على الاحاديث اللي هي الحفظ. تمام. فانت طبعا عندك واحده مضمون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم امته، بقالنا 17 قرن بنكتبها. تمام. فدي اول حاجه هتكتبها. وبالنسبه للحاجات الثانيه حاول تحفظ بقدر الامكان. تمام. وكده كده وانت بتحل هتقابلك فاحفظها، فاللي تقابلك من ما يشهد الحديث وانت بتحل احفظها. تمام. يعني احفظ اللي تقابلك، ما قابلتكش حاجه مش مهم ما تحفظهاش. تمام. طيب افرض انا مثلا في الامتحان عطلت في ماتش دليل الحديث، خلاص يا باشا ما تصعبش الدنيا على نفسك، بس تكتب فيها من خلال حاجات مفهومه، يعني ايه دايركت كده، ما بلاش تلف وتدور. يعني مثلا بيتكلم على ذنب، فالذنب ده بسبب الشيطان، فالشيطان وسوسه ليك ودخلك النار، فتروح جاي انت سايب الذنب وماسك في النار، ما برضه اذكر الذنب. فاهم يعني؟ انت اتكلم عن حاجات الدايركت اللي باينه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الجار، فتتكلم على الجار بقى، ما تروحش مثلا تتكلم على الجار في الحسنات فتروح جاي مثلا كاتب في البتاع الحسنات، او في الامتحان تتكلم عن الحسنات والكلام ده والاعمال الصالحه وتسيب الجار، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاك على الجار. فاهم يعني؟ حاجات كده بديهيه، في حاجات دايركت باينه. تمام. وحاول ان انت دايما ما تزودش الكلام، ما تكتبش كتير. تمام. يعني عامه الحديث كله مش محتاج كتير، الا لو كانت الحاجه دي محتاجه كتابه كتير. تمام. انما في مشهد الحديث بالذات البتاع اصلا بيكون نص سطر بالكتير، فانت ما تكتبش مثلا 3 4 سطور في واحده بس. عندك كلام كتير عايز تكتبه وحاجات مثلا من الشرح عايز تقولها، مفيش مشكله، اعمل 1 2 3 4، اكتب 5 6 7 8، هو هيلاقيك كاتب كتير هيقراهم. انما لما يلاقيك في واحده كاتب كتير قوي ممكن ما يقراهاش اصلا يعني. تمام. اهم حاجه بس عايز اقولها لك سواء في الحديث او سواء في القران او سواء في اي ماده، ما تغشش ما تغشش ما تغشش ما تغشش ما تغشش، ايا كانت الظروف، ايا كان بقى الاحوال حواليك ايه، كله بيغش، الدنيا مفتوحه، اللجنه سايبه الكلام ده، سيبك من كل الكلام ده. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، انت هتتسال عن نفسك مش هتتسال عن حد. بص الغش عمره ما هيفيدك. تمام. حرفيا والله العظيم بكلمك بجد، مفيش حد هيقدر يديك درجه زياده عن اللي ربنا كاتبها لك، فخد اللي ربنا كاتبه لك بالحلال عشان خاطر انت تكون من جواك اصلا مطمن. ليه؟ دي حاجه ربنا كتبها لي، حاجه انا اعتمدت على ربنا واعتمدت على مذاكرتي ودخلت توكلت على الله وكتبت اللي ربنا وفقني بيه واعتمدت على توفيق ربنا ليا وربنا اداني المجموع ده، فانا راضي بيه تمام الرضا تمام الرضا، ما عنديش اي شك في ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. تمام. فبالتالي انت كل حاجه ربنا بيديها لك هي خير، بس انت تكون واخدها بالحلال. انما مثلا ما تروحش مثلا عايز تبقى غني فتسرق فتقول الفلوس دي خير، ده رزق، ما هو رزق بس انت جبته بالحرام. وعايز اقول لك حاجه، انت لو مكتوب لك تجيب 99 غشيت هتجيب ال 99، مش مكتوب لك تجيب 99 غشيت مش هتجيب ال 99، عشان بس نكون صريحين يعني. تمام. طيب مكتوب لك تجيب 80 غشيت هتجيب ال 80، يعني حتى لو جاب لك مدرس يحل لك والله ما هتزيد درجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الامه كلها لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء يزودوا لك درجات، مش هيزودوا لك الا الدرجات اللي ربنا كاتبها لك. ازاي بقى؟ مش عارف. انت كده هتاخد اللي ربنا كاتبه لك، فخده بالحلال. تمام. فكك بقى من كل حاجه، ما تقوليش بقى الناس كانت بتغش، الناس مسيبك من كل ده، مفيش اي عثره تتقبل. تمام. عشان بس نجيب من الاخر، مش تروح ربنا يوم القيامه مثلا يقول لك مثلا انت سرقت ليه، والله الناس كلها كانت بتسرق، يعني انت مالك؟
يعني كل واحد بيتسال عن نفسه. تمام؟ ده بالنسبه للحديث، امتحان سنين سابقه والحاجات اللي قلت لك دي تعملها في الحديث باذن الله تعالى. حتى لو ما ذاكرتش والله باذن الله تعالى، باذن الله لو انت بس حليت امتحانات السنين السابقه وحفظتهم والله العظيم باذن الله الدرجه ان هي تكون من نصيبك. تمام؟ طيب بالنسبه لماده القران الكريم، ماده القران الكريم ايه اللي مطلوب تحفظ فيهم؟ البقره وال عمران اساسي. تمام؟ طبعا انت مش هتحفظ دلوقتي، بس انا بقول لك يعني الحاجات اللي انت هتدخل ان شاء الله تلاقيها في الامتحان: البقره وال عمران واوائل السور. تمام؟ وجزء عام اقراه، لان انا لاحظت لما كنت بحضر فيديو تفسير القران الكريم اللي فات، طبعا لو ظهر لك اصلا قدامك في الاقتراحات ما تسمعهوش، مش هيفيدك. تمام؟ فما تسمعهوش، ما تضيعش وقتك يعني. تمام؟ المهم كنت بتكلم فيه عن ازاي تحفظ القران، ازاي تحفظ المنهج اللي عليك. طبعا انت مش هتحفظ حاجه دلوقتي، مش هتحفظ السورتين كاملين يعني، مفيش وقت تحفظ الكلام ده دلوقتي خالص. تمام؟ اللي انت بتعمله دلوقتي ايه هقوله لك. المهم يعني لما كنت بشوف الامتحانات دي كنت ببص في اختر بلاقي يعني 100% من الامتحانات كلها بيجيب سؤال من ضمن من ضمن ايات جزء عام. تمام؟ غالبا يعني. تمام؟ فانت بالتالي هتعمل ايه؟ تقرا جزء عام. فالحاجات دي برضو انا بقول لك اقراها، ان شاء الله باذن الله هتفرق معاك باذن الله في الامتحان يعني، ويجي لك منه اسئله ولا حاجه تبقى خدت درجه كده باذن الله تعالى. تمام؟ يبقى انت بقره ولا عمران اوائل الصور، وتحفظ زي ما قلت لك تراجع جزء عام، مش لازم تحفظه، تراجع جزء عام. هو غالبا مش هيقول لك اذكر سوره قصيره، مش هيقول لك الكلام ده، ولو قال لك يبقى ده درجه مضمونه، ده درجتين ثلاثه مضمونين دول في الجيب يعني. تمام؟ طيب عرفنا المنهج اللي احنا نكون حافظينه، نعمل ايه؟ نحل امتحان سنين سابقه برضه ونحفظ الحاجات اللي موجوده في امتحان سنين سابقه. تمام؟ طيب افرض انا مش حافظ، هعمل ايه؟ هتحل امتحان سنين سابقه وتحفظه، وتحفظ اوائل الاربعه. تمام؟ ودي مهمه، وتحفظ المواضع المهمه بقى، المواضع المشهوره. يعني مثلا عندك من ضمن المواضع المشهوره: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. الموضع ده مشهور جدا جدا، ما ننسخ من ايه او ننساها، مشهور برضه. اوائل الاجزاء مشهوره برضه، كل الطعام مثلا مشهور. المواضع المشهوره ديت لازم تحفظها. تمام؟ ما تخش امتحان من غيرها. فشد حيلك وتوكل على الله، والموضوع باذن الله مش صعب. تمام؟ بس اهم حاجه انت تكون داخل وانت متفائل وواثق في ربنا ان انت هتحل. بالله عليك اتقي ربنا، وكده كده مجموعك زي ما قلت لك مش هيزيد ولا ينقص بالغش، مجموعك هو فاتقي ربنا وادخل حل امتحاناتك، وربنا باذن الله يكرمكم ويفرحكم، وربنا يكتب لكم الخير. واهم حاجه احنا يعني واثقين في ربنا ان هو اكيد هيكرمنا بالخير باذن الله تعالى. فسواء انت كنت طالب او ولي امر بتسمع الفيديو ده، فكده كده اللي ربنا هيكرمك بيه او اللي ربنا هيكرم ابنك او بنتك بيه، فربنا باذن الله مش هيجيب لك حاجه وحشه. تمام؟ واهم حاجه احنا بس نكون راضيين بقضاء الله تعالى. تمام؟ بس كده يعني معلش طولت عليكم شويه، معلش برضه صوتي تعبان شويه عشان خاطر لسه راجع من الامتحان وكده، فالحمد لله الامتحان كان حلو الحمد لله. تمام؟ كان شفوي وعملي، فالحمد لله عقبالكم كده باذن الله لما تكونوا يعني تمتحنوا في الكليه اللي انتوا نفسكم فيها، وربنا اهم حاجه يكون كاتب لكم فيها الخير. تمام؟ والله العظيم بجد اهم حاجه ربنا يكتب لك الخير في الحاجه دي. تمام؟ وعشان خاطر تتاكد ان ربنا كاتب لك فيها الخير برضه هقول لك تاني: ما تغشش ما تغشش ما تغشش ما تغشش. 4 ما تغشش، يعني معاك 4 نعم. فتوكل على الله وربنا يوفقكم باذن الله تعالى. بس كده اشوفكم على خير، ويا رب يعني اقدر اعمل لكم فيديوهات المواد الجايه، وباذن الله تطمنوني باذن الله اول ما تخلصوا الامتحان باذن الله تيجوا تقولوا الامتحان كان حلو باذن الله تعالى، وتيجوا في نفس الفيديو ده وتقولوا الامتحان كان حلو وتفرحوني كده باذن الله تعالى، وانا ابقى مبسوط لو افدتكم يعني. بس كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير. سلام.